يوم صباحيتي حماتي فضحتني لما دخلت عليا وشافت اللي انا بعمله من وراها. يوم صباحيتي جرس الباب برن، فبفتح الباب لقيت حماتي وقلت لها اهلا واتفضلي وكده. ولما دخلت انا لقيتني بقى ايه، بشيل هدوم من الغساله، يعني انا غاسله هدوم في الغساله وبحطها في الطبق بتاع الغسيل علشان اخدها واطلع البلكونه انشرها. لقيت حماتي بتقول لي يا دي الفضيحه، هو في واحده عروسه يوم صباحيتها وتغسل وتنشر؟ كان عندك هدوم ايه يا اختي تغسليها؟ قلت لها ولا فضيحه ولا حاجه يا حماتي، احنا عندنا عادات في بلدنا وفي العيله بتاعتنا ان العروسه يوم الصباحيه تشيل طقم السرير اللي كان مفروش يوم ليله الدخله والبيجامه بتاعه العريس والطقم بتاع العروسه ويتغسل ويتنشر. عندنا هنا في المحافظه بتاعتنا كده. فحماتي قالت لي يا دي العيبه يا دي الفضيحه، احنا ما عندناش الكلام ده. ازاي تبقى عروسه وتدخلي البلكونه اصلا تنشري حاجه؟ ازاي تبقى عروسه وتنشري الهدوم اللي كنت لابساها انت وجوزك؟ ازاي تنشري الملايه يوم الصباحيه؟ وبقت مستعجبه جدا للي انا بقوله، وقالت لي على جثتي ان يحصل الكلام ده.